صباح الفل، صباح الجمال. عرفتوا المفاجأة ايه؟ عرفتوا الأكلة اللي هنعملها ايه؟ دي أكلة بيحبها كل الناس، كل الدنيا. كل الشعب المصري والعربي والأفريقي. عارفين ان شوربة الكرنب بتخسس جدا، بس احنا النهارده نعمل كرنب عشان يتخن بس بشوربة البط. النهارده بقى ايه يا حبايبي؟ طب انتوا بتضحكوا عشان تتخانقوا دلوقتي احنا ايه بقى؟ إن شاء الله هنعملها بقى على بط. ها؟ ركزوا معانا على بط. وهننزل الفيديو ده بعد ما ناكل. زي الفل يعني. نعم ماشي. صح يا ماما؟ ولعت انت على الحبل الغسالة كده عشان نبقى نغسل. ولعت على الحبل. مرحوم يا محمد، طلع حافظه من الغسالة. مش كل النهارده الجمعة. طبعا انتوا حاضرين، احنا عمايل بيتي. حاضرين معانا الحوارات دي كلها. النهارده الجمعة الجمعة بنغسل، بنلم غسيل، بننضف الشقة كده يعني. طب يا ابني ما تضربش اشتغل. طبعا يا ولاد شغلانة البدرية ايه؟ هنسيب نطلع عين ابونا طول النهار وننام متأخر برضه عادي. الله عليكي. الله عليا. يعني هيفضل طول النهار في الحتة دي. كلم باي باي. والله ما خدت بالي حاجة من التحية واحدة. ديك الأمة التانية بقى. خد يا زوزو امسك. احنا بقى بنحضر الحاجة اهو بنجهزها. طبعا ابو محمد دخل نام بس بيقعد يقول انا بعمل وبعمل، وهو دخل نام اصلا وسابنا بقى احنا نعمل. بنجهز اهو، نحضر الحاجة بتاع الكوسة عشان نحمرها ونغسلها. ماما بتقطع الكوسة. بس يا زيزو احنا بقى ايه بننضف بقى عشان كل ده يتغسل مع بعضه، فلفل مع الكوسة مع، احنا نخلص ونغسلهم بقى. تكسي بقى معمولة بتعمل ايه يا زيزو؟ بس يا زيزو
احنا هنا بقى هنغسله، سايبين عليه الميه اهي، بس الميه ضعيفه بقى عشان النهارده الجمعه، فاحنا مسيبين عليه الميه. احنا هنا بقى ايه، بدأنا في التسبيكه. هو المحشي بيحب البصل الكتير كده. اول حاجه عشان المحشي يبقى حلو معاكم لازم تبهروا البصل الاول، عشان اصلا المحشي بيحب التوابل. 7 بهارات، شويه كمون، شويه فلفل اسمر. مش هنزود قوي عشان لسه هنعيد كل البهارات دي تاني في الصلصه. ونقلب. هوريكم بقى تركايه دلوقتي هتخلي البصل يتحمر معاكم بسرعه، وكمان بتعادل الحموضه بتاعه قولوا معايا، بتعادل الحموضه بتاعه الطماطم. احنا بقى نعمل ايه، هنرش شويه سكر يا ناس يا سكر. السكر هيظبط البصل يحمره سريع. وكمان هنا بقى ايه الطماطم، شايفين؟ هو انت جايبتي كمان؟ احنا كده ايه خلصنا حشي الورق العنب، هنسقيه عشان نحطه يستوي. احنا طبعا عصرين عليه ليمون. نهز بقى لغاية ما ايه الشوربة تغطيه يعني. الشوربة لما نلاقيه بقى ايه يتحرك كده، الشوربة نزلت تحت، يبقى خلاص نولع عليه بقى لغاية ما يغلي. بعد كده نهدي عليه خالص ونسيبه براحته. احنا بقى حطينا القرن ده كده ايه يستوي معاها ويديها شكل. هنا بقى احنا هنسوي الكوسة. احنا بنحب نسويها في الصينية عشان ندخلها الفرن بعد ما نخلص. طبعا هحط شوية ماجي وشوية صلصة عشان ايه نتبلها. طبعا الكوسة اصلا من الحاجات اللي بتنزل مية، فاحنا مش هنزود المية فيها قوي. تمام، بس هي اصلا ما بتنزل ميتها. يغلوا ونغطي عليهم ونرجع تاني. كده بقى احنا هنسقي الكرنب عشان ايه استوى. ثانية نديش رشة يعني زي دقة كده اللي هي ملح والبهارات وكده، عشان ايه
يعني لو الشوربة دلع شوية كده يعني. نسقي بقى ونهز بس لسه شوية. دي طبعا يا ولاد شوربة البط بالبهاريز، هي حلوة جميلة. شايفين بقى لما هزينا كله نزل تحت ازاي، وهنكمل بقى هكذا. كده حلو قوي. نعمل حاجة تانية، عندنا شوية صلصة بقوا نحط كده شوربة كفاية بس عشان ايه اهو. نحط ايه حتة سمنة عشان تديله لمعة كده وهو بيستوي. طبعا حطينا اهو مع الورق العنب برضو حتة سمنة كده عشان ايه تديله لمعة كده. بصوا بقى يا ولاد الصوص ده كل ده ايه لسه بقى هيستوي كده ويرعى. بصوا السمنة بتسيح ازاي، هو خلاص دخل في السوا اصلا. ده بقى ورق العنب اهو، بنجهز بقى عشان ندلق الكرنب والفلفل. تعالى نسيب الفلفل الاول. ما تحطيش كتير في النهايه اجمد اكله يعني خلاص حاجه ما كتير عشان طبعا حط ايه ما كل ده ماما هناكل ايه يعني؟ خلاص انفخ فيه. ده كوسه، اعمل كده ايوه كده. ده الفلفل، السكينه معاكي. وده كوسه، وده بقى الوحش الخطير اهمت. دي الكوسه اهي، والبتنجان وورق العنب، وده الفلفل الجميل. ارفع يا بابا الفلفل الجميل اهو، ودي الكوسه. على الله الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه حلوه وجديده. يومكم جميل وبيضحك. ده البتنجان اهو، الكرنب. يلا اقول لكم باي 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 باي.